يا صباح الفل. اليومين دول حاسين ان في نزعة دينية كده متطرفة. لما بنيجي ننزل بوستات دينية خاصة بالدين المسيحي، سواء ايام اعداد او اي اعياد او اي حاجة من هذا القبيل، تلاقي واحد دخلك خاصة في الصفحات البابليك: الحمد لله على نعمة الاسلام. تيجي كنيسة بقى منزلة عندها قداس او حاجة، يقولك الحمد لله على نعمة الاسلام. هو انت مش لاقي غير صفحاتنا يعني تحمد ربنا على نعمة الإسلام من خلالها؟ ما تعلن عن طريق صفحتك أنت الشخصية. أنت داخل تقرف الناس في حياتهم ليه؟ يعني ليه؟ ما كل واحد يعني يعبد الله بطريقته الخاصة بيه. وأنت لا تفرض عليا إن أنت في نعمة الإسلام يا سيدي. أنا مش عايز نعمة الإسلام يا سيدي. أنت عندك مشكلة في ده ولا إيه؟ فما تقعدوش بقى يعني الناس على الدينية المتطرفة تقود البعض إلى إيه؟ إن هم يخشوا يزدروا الدين المسيحي، لان في برضو ايه اتجاه كده معين في الدولة اليومين دول: ازدراء دين مسيحي بكثرة وبصورة فجة. واللي يخش يسألك بقى على صفحتك، يعني انا بتجيلي مسجات خاصة: لو سمحتي بقى اثبت لنا ازاي الناسوت مع اللاهوت، لو سمحتي بقى. وانا اثبت لك انت بتاع ايه؟ ايوه، انا ايه يهمني لما انت تفهم او من عدم فهمك؟ لا هيضيف ولا هيقلل. انا مش عايزاك تفهم اصلا، يعني انا كنبي مش عايزاك تفهم. يكفي ان انا فاهمه اصول ديني ومبادئ ديني وديني بيقول ايه وما عليا وما ايه التزاماتي وكده. لكن ان انت تفهم او من عدم فهمك هذا لا يعنيني على الاطلاق. الناس اللي بتخش تجتهد خاصة على صفحة وردة النيل: ازاي يا جماعة اشرحي لنا كذا. انا مش هشرح لك. انا مش عايزه اشرح لك عشان انت ما تفرقش. انت الشخص ما تفرقش. انا بنزل حاجة تخصني، حاجة خاصة بديانتي. ناقشني في خبر سياسي ارد عليك، ناقشني في مواضيع عامة ارد عليك. لكن هتناقشني في ديني، خليك كده زي ما انت مش فاهم. اوكي؟ فيا جماعة النزعة الدينية دي اللي تقود للتطرف يا ريت نبطلها، وكل واحد يتلكي في دينه. يعني لو تتلكوا في دينكم يبقى حلو جدا، وانا اتلكي في ديني ابقى تمام جدا، وكل واحد يبقى ملكوك في حتته. ما نفرضش على بعض اراء، ما نحاولش نقنع بعض، لان انت لا هتضيف ليا ولا انا لا هضيف ليك. فاللي بيتجه ناحيه الاتجاهات دي خليك في حالك. يعني دي رساله من موقعي هذا من اخر بلاد الدنيا، بقول لك خليك في حالك. التزم بس بتعاليم دينك ويكش تطبقها. صباح الورد وهابي ايستر يا مسيحيين. كل عيد قيامه وانتم بخير.